الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القدوة والإمام بدر التمام ومسك الختام، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام ومن على شرعه المستقام. عباد الله، مع هجير المعاناة ودفع الهموم وسموم المكابدة ومتاعب الدنيا ومشاغل الحياة ومكابدة الأرزاق، يحتاج المسلم إلى حديقة غناء وروضة أنيقة ودوحة وارثة الظلال ينعم بأريجها ويتفيأ ظلالها ويتقلب في نعيمها، تخفف عليه وطأ الحياة وتحمل عنه ثقل المعاناة مع هموم كثيرة ومكابدة عظيمة ومشاغل ومسؤوليات جسيمة. وخير ما يلوذ به المسلم وأفضل ما تسكن إليه النفس أسرة وبيت، أن يسكن المسلم إلى أسرة وإلى بيت مستقل يعيش فيه معاني الدفء والحنان والعطف والرحمة، تنشأ العلاقات الراخية والصلات القوية تحت ظل الزوجية. وإن الرجل الذي يرجع إلى بيته في نهاية يوم طويل شاق تسعده زوجة تخفف آلامه وتمسح عرقه وتقف بجانبه وتعاونه وتسعده وتخفف عنه بالكلمة الطيبة والعبارة الحانية واللمسة الرقيقة المعبرة. فهل هكذا الأسر والبيوت؟ إن قضية الزواج في الإسلام التي تحدثنا عنها كثيرا وأصلنا لها طويلة من أعظم القضايا. وإن الرجل لا يكون مستقرا ولا يكون معطاء إلا إذا كان متاحا في بيته. يقول الله جل وعلا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لتكون للمتقين إماما لابد أن تقر عينك بولد صالح بار وبزوجة مطيعة غير مشاكسة. وإلا تخيل رجل قيادي أو موظف أو عامل أو تاجر إذا خرج إلى مكان عمله وخلف في بيته مشكلات، ما الذي سوف يحصل؟ لن يستطيع أن يكون له عطاء، سيعمل بفكر مشوش وبال شديد وقلب مكسور وعقل بعيد عن التفكير، لأن همه كله في البيت مع معاناته التي يعانيها طويلا. مما يشكو الأزواج، أسمع الكثير من الأزواج يشكون زوجاتهم، وهذه اعتراضات وشكاوى الأزواج تجاه أزواجهم. ما من رجل إلا وهو يقول: أكثر ما أبغضه في زوجتي الندية والتطاول، فهي تجعل نفسها ندا معي، الكلمة بالكلمة والعبارة بالعبارة، وأحيانا ترفع صوتها علي وأحيانا تتطاول علي، وخاصة إذا كانت عاملة أو موظفة أو ذات منصب ورتبة. يشكو من هذه وهذه مسألة مقلقة جدا للرجل، لأنها تضرب الرجولة في القوامة، فلا يحس بقوامة ويحس نفسه أمامها ضعيف. إذا تكلم معها لا تسكت، وإذا كان مغضبا قابلته الغضب بالغضب والكلمة بالكلمة. ثانيا، يشكو بعض الأزواج يقول: أكثر ما أعانيه من زوجتي عدم الطاعة، لا تطيعني ولا تسمع كلامي، ودائما
كثير من الأزواج يعاني من عدم الطاعة ومن عدم سماع الكلام، وكثيرا ما يختلف الزوجات في تفاصيل الحياة. ما سناسل ما تمشي الليلة عند ناس خالتي ما تمشي، أو أنا بجي أوديك الليلة عندنا كده ما تمشي. الزوجة الصالحة تسمع ذلك دون أن تتخذ موقفا. في نسوان بيمشوا ولو أقسم عليها أمرته، ده في الحديث. لكن في نسوان كان بيصل درجة النشوء ما تمشي، تقول لا 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 ماشي، تكتر الكلام، يقول لك كان مشيت طلقان يا دوب المشي يحلو لي، تتكيف ذاته يا دوب، تقول معاه شيطان بس ما حصل. جاني كلام بتاع خطوة بتاع واحد قال لك كان مشيت طلقانة إلا مشيت. واحدة قاعدة تبكي وتعتبر ده نوع من أنواع الهزيمة ونوع من أنواع كسر النفس، وتعتبر ده نوع من أنواع التسلط ونوع من أنواع الصرف. لما أقول لها ما تمشي بدون يقول لها أنت طلقانة ولا ما تمشي. في نسوان بيمشي ما تمشي، لكن خير من وسط تمشي وتحفل الليل وتكون غضبانة وتكرهك الحياة. تجي خاشي تلقى صار وسط تقبل عليك بعد مش حبيبك بتوريك بتقدمك. طبعا دي ما الطاعة بدل ما تمشي ورجعنا الأمر هو الناس ما تمشي وما تتخذ موقف معادي. ما دي المشكلة. تقول لا ما تمشي، تقول له كويس لكن بجد تغلط كده تغلط تحول لك البيت لجحيم. عشان كده بيت الراجل تقول له ماشي، تقول له امشي. كان ما ماشي تقول له ما ماشي ما تمشي. كان ما ماشي تقول له ما تمشي. عدم الطاعة هذا من أسوأ الأشياء في الحياة الزوجية، لأنه يجعل الحياة الزوجية بغير قيمة. ثالثا من أكثر ما يشكو منه الأزواج كثرة الطلبات ومحاولة مجاراة الموضة. تقول لهم ناس فلان جابوا غيروا عفشنا، غير لنا عفشنا يا أخي. ناس فلان غيروا، أنا ما أقدر أغير يا أخي، اللي خلينا غير عفشنا. العفش ده ماله عيبي لي في شنو العفش ده من أحسن ما يكون. طيب مالك ناس فلان كل 6 شهور بيغيروا عداداته حتى كان جميلة يا أخي ما عنده طاقة. ولذلك الأزواج يتضجرون من كثرة طلبات الزوجات. رابعا زوجتي لا تحترم أهلي، وده محك خطير جدا في علاقة الزوجة بزوجها. لا تحترم أهلي. تقول لي اسمعوا بيت أحدك بلاك ما تدخلني في حاجة زي معقولة كده؟ لا تجامل معه، لا تصل معه الرحم، ولا تعينه على صلة الرحم. وهذه مشكلة. الزوجة العاقلة تقول له أخت الدين الأيام الظروف الصعبة ساعدني. أختك الثانية دي عندهم عرس أجيب معانا عرس بنتها. أختك دي تعمل ليها أنت قصرت مع ناس أبوك وتعينهم على صلة أهله. ودائما أقول تخسر الزوجة زوجها يوم أن تخسر أهله. أي زوجة بتخسر أهل زوجة ما بتكسب أصلا، لأنه سيكون مجزأ بين أهله وبين زوجه. وفي النهاية لو الزوج عاقل ولو رجل كامل سيختار أهله ما لم يكونوا ظالمين لها. في أهل ظالمين، لكن لو هي ما لا تتماشى مع أهله لا تستطيع أن تكسبه. لأنه كان قال له زوجتك قال زوجتك كشرت لنا، زوجتك ما احترمتنا، زوجتك كذا. هذا يغلغل
الرجل ويزلزل كيانه. خامسا، من أعظم ما يعاني منه الأزواج، يقول الزوج: زوجتي تتجسس علي ومن ورائي تقلب الموبايل وتفتحه. أول حاجة أنت داس شنو؟ مش مطمئن، كله في السليم، خلينا نتكلم مع بعض. مش إنك تقول عندك حاجات من دبرات. إذا معي مش في السليم، عندك رسائل مع نسوان وبنات، عندك رسائل غرامية، ما عندك مشكلة، خلينا نتكلم. لكن السلوك خطأ. السلوك خطأ ينم على عدم ثقة، وبدايته غير محمودة ونهايته غير مذمومة. نعم، هي من منطلق الغيرة المحمودة فعلت ذلك، لكن كونها تتجسس عليه وتفتح موبايلك هذا من السوء بمكان. ولأن آية التجسس التي نهى الله فيها عن ذلك تشمل كل مسلم ومسلمة، وبالتالي الزوج يدخل في ذلك والزوجة تدخل في ذلك. ولا تجسسوا. من أكبر معاناة الأزواج يقول أحدهم: أكثر ما يزعجني في زوجتي أنها كثيرة التقلب حادة المزاج لا تستقر على حال. يقولون زوجتي مشكلتها مرة تضحك معي ومرة ساكن لي بلا سبب، مرة ألقاها رايقة ومرة ألقاها متقلبة. وقال علماء النفس: طبيعة المرأة وتكوينها، المرأة كالبحر يهدأ بغير مقدمات ويحيط بغير مقدمات. المرأة كده أصلا، فعليك ألا تنزعج. يقول لك مرة ألقاها ماشية كويس معي ومرة تكذب عليك. آخر يقول: زوجتي تسمع كلام النسوان وتسمع كلام أهلها، ولذلك أجدها أحيانا متقلبة علي، أخليها كويسة مما تمشي أحلى. تقول لي أخذ يومين بتجد قالبة. عشان كده أنا منعتها تمشي أحلى. أشيدك في ولا ما في؟ يقول لي أهلها بيحترشوها، بتسمع كلام أمها. تقول لا، الراجل ده سألت عليه ما قادر عليه. تعالي انت طيب، دي ما قادر عليه. تعالي اقدر عليه. انت طلب بتقول بحوار يعني وتنزلوا يعني ولا كده؟ الراجل ده ما قادر عليه، ادي العين الحمراء. انتوا عارفين الامام ابو مسلم الخولاني رحمه الله من اكثر الذين اشتهروا في الامه من التابعين بالدعاء المستجاب. كان إذا دخل بيته يطرق الباب ويقول: الله أكبر. زوجته من جوه تقول له: الله أكبر. يكبر لما الرؤية يكبر، يفتح الباب يخش الحوش يكبر. يدخل البيت داخل الحرم، داخل حرم البيت جوه الأوضة البرندة يكبر. أول ما يفعل ذلك يجلس، تأتي إلى متاعه تأخذه، وتأتي إلى عباءته وتأخذها وتحمل عنه. في يوم من الأيام جاء دخل البيت كبر فلم تكبر، طرق الباب كبر ما تزول كبر، دخل دفن في الحوش كبر زوج كبر ما دخل جوا لقى الملك قاعد كبر ولا اشتغل بالسلام، قاعد لا يشتغل متاعه لا وصف له ما خلع التوعي العباية بتاعته. لما قعد قلت يا أخي النفقة بتديني لها دي قريبة، والنسوان يوني هنا والروني هم بياخذوا كم، وأتاري أنا زمني ده كله مجنون. فعلم أن أحدا أفسد عليه امرأته فرفع يده وقال: اللهم من أفسد علي أهلي
اللهم أذهب بصره. المرأة التي جاءت لتفسد وأفسدت عليه زوجته جالسة في مكانها، قالت لماذا أطفأتم السراج؟ طفأتم النور معكم؟ قالوا السراج كما هو، ذهب بصرها. فعلمت أنه قد دعي عليها، قالت خذوني إلى أبي مسلم، فجاءت تبكي وتعتذر لأبي مسلم الخولاني، فدعا الله لها فرد الله بصرها. لأن الزول بالضايق لما يلقى شخص أفسد عليه امرأته. طيب كيف تكسب الزوجة زوجها؟ كيف تكسب الزوجة زوجها؟ وعنوان الخطبة المسلمة مع زوجها. وآخر خطبة لنا في هذا المنبر كانت عن المسلم مع زوجه، وهذه الخطبة المسلمة مع زوجها. كيف تكسبين زوجك؟ أتمنى أن تصل هذه الخطبة لكل امرأة ولكل صاحبة بيت، وأتمنى وأرجو كل مستمعة تستمع إلي الآن أن تستمع إلي بقلب مفتوح لتستطيع أن تكسب زوجها. أول نقطة: كوني زوجة جديدة في كل يوم. كوني زوجة جديدة في كل يوم، وذلك بتغيير الأنماط وبالابتسامة الدائمة وبالبشر والترحاب عند دخول زوجك وبالكلام الحلو والعبارة الجميلة التي لا يعدلها شيء. كوني زوجة جديدة في كل يوم، في نصف، في تغيير وترتيب أوضاع بيتك، في تغيير غرفة النوم، في تبادل الهدايا، في الكلام الجميل، في العبارة اللطيفة. كل ذلك يساعدك أن تكوني زوجة جديدة في كل يوم. ثانيا، يا من تريد أن تكسب زوجها، اكسبي زوجك بحسن الطاعة وأن لا تفارق كلمة حاضر فمك. أي حاجة يقول لك ما لم يكن فيها إثم ومعصية قل له حاضر حاضر الريحة. وهكذا المرأة بيقول كده ما بديها عوض النهائي. وهذه مسألة في غاية الأهمية. تأملوا معي هذه الأحاديث. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تخرج من بيتها، والحديث عند أبي داود في مسنده، أبي داود الطيالسي في مسنده: لا يحل لامرأة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها إلا لعنها الله ولعنتها ملائكة الرحمة وملائكة الغضب. أي ملائكة بتطلع من البيت بدون إذن زوجها الملائكة بتلعنها، الله بيلعنها، وملائكة الرحمة تلعنها، وملائكة الغضب تلعنها. قالت: وإن كان لها ظالما. قال: وإن كان لها ظالما. النسوان بيمشوا بالتالي كلام واضح، كلام هو قال حتى كان ظالمني، يعني في النسوان بيعملوا شو؟ تقول لها ليه تو؟ ما يجيب لها تو؟ تطلع طوالب بالبيت. يا ولية مالك؟ تقول ما جاب لي تو لحد ما يجيب لي تو. يعني تمرد، مش كده؟ تمرد يعني ولا شو؟ تمرد البلد كلها متمردة تحصل شو؟ التمرد تلاقيه محله تمرد يعني ولا شو يعني؟ الحل مع نفسه. طالما أنت امرأة والزوجية قائمة وهو ظالم، إما أن تنفصل وتبعدي نفسك من غضب الله وملائكته، من غضب ملائكته وملائكة الرحمة والعذاب، وإما أن تبقي على الأسس والشروط. هو ظالم يحاسب ربنا، وإنت ظالمة يحاسب ربنا. فلا تفعلي
لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. الكلام ده عجيب، الكلام ده عجيب جدا. المرأة العاقلة تسعى لإرضاء زوجها دائما. وأنا أديك قاعدة يا أختي المسلمة، تتبعي ميوله وأعرفي رغباته ولا تأوجيه لأن يتكلم، وكوني طوعا له وفق ما يريد طالما أن ذلك في إطار المعروف والمباح. قال صلى الله عليه وسلم: أي امرأة، والحديث عند أبي داود وعند ابن ماجه في السنن، أي امرأة مات زوجها وهو عنها راض فتحت لها أبواب الجنة الثمانية من أيها شاءت دخلت. كيف الزوج يرضى؟ الزوج يعطيه الكثير. الاعتذار يهز كيان قلبه. كان يغضب وقال أنا غلطت وسامحني كويس، وقعت له باطني، يسامحها إذا كان رجلا مبتذلا رجلا. إذا كان رجل اعتذار زوجته يهزه، فلماذا لا تعتذر؟ إذا أخطأت يا سلام. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ابنته، مع ابنته. قال يا رسول الله بنتي هذه أبت أن تتزوج. البنت بدل ما يجي على سبيل. قال صلى الله عليه وسلم أطيعي أباك. أسمع كلام أبوك. قالت لا أفعل حتى تخبرني ما حق زوجي علي إذا تزوج. أنا كان يتزوجت ورجل الله يلحق عليه شو أبا أزوج شو عشان أنا أكون في سلام. قال صلى الله عليه وسلم لو أنه تقرح جسمه بقرح قرح أو جرى من خاره قيحا وصبيبا ولحست ذلك بلساني ما وفيته حقه. قالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج. قلت والله ما عرفت الموضوع ده بدون قال لي الملك زوجي هذا كان جاء من يوم أصلا حد تفضل هي نظفته مش بمنديل ولا بقطن وديتون، نظفته بلسانها ما تدي خبر باللسان. والحديث عشان ما تتنكلك كده ولا كده صححه الألباني ولا في ملك سمعت لي بقول الكلام ده. قلت والله يا شيخ نحن ضعنا خلاص. وطلعت ضعت الليله ولا امبارح؟ ضعت من زمان. قلت انا ادعي يا اخي الموضوع كبير. حق الزوج اعظم عند الله من حق الوالدين. ما الزوج الثاني كان يقول له امي ولا تقول له امي، ما عنده سبب ثالث ثم هو. نعم من المعروف ان يسمح لها بصله رحمها وببر والديها، لكن لو أبوها قال كلام وأمها قالت كلام وزوجها قال كلام تسمع كلام زوجها، ولو أنها سمعت كلام والديها لكانت عند الله آثمة. الموضوع ده ما هي حسن الطاعة حاضر. والمرأة العاقلة لا تحوج زوجها إلى كلام تفهمه من نظراته، وده يشرب غضبان زعلان الملطشه عليها أن تفعل ذلك وأن تتتبع وأن تتحرى ما يرضيه. وقال صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فأبت باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية والذي نفسي بيده بات الذي في السماء عليها صاخب حتى يرضى عنها ذنبها. لا حول ولا قوة إلا بالله. الشيء ده خلي بالك ما هي. ولو أنه دعا امرأته إلى الفراش تجيبه وإن كانت على قدر بعيد، لو راقه بعيد تجيبه وإن كانت على التنور، لو مولي عناك ودعاها إلى الفراش عليها أن تجيبه. وهذا أيضا من أكثر النقاط حساسية، وهي من النقاط الخطرة المسكوت عنها.
في الحياة الخاصة من أعظم أسباب المشكلات، بل هو أثر من الآثار، أو لو أنهما لم يتوافقا في حياتهما الخاصة انعكس هذا على جميع حياتهم وعلى كل مفرداتها، فتجدهم في كل شيء متشاكسون، يتشاكسون في كل شيء، هم من المتشاكسين. إذن أهم قيمة الطاعة، إذا نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. ثالثا، أتريد المرأة أن تكسب زوجها؟ عليها أن تشكر له. من أعظم مشاكل النساء كفران العشير، وهذا سبب دخولهن النار. إني اطلعت على النار فوجدت عامة من دخلها من النساء يكفرن. قال يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير. تحسن إلى إحداهن الزمن كله أو الدهر كله، فإذا خالفتها تقول ما رأيت منه خيرا، تقول من مع الرسم ما جاب لي حد، وده حال معايا من مع الرسم. يا ما تكبر يا ماشي، ما تكفر العسير. ولذلك شكر جميله يكسبك إياه. جاب لك حاجة تقول له يا أخي الله ما يحرمنا منك، والله يخليك لنا، والله يحفظك لنا، وما قصرت. يا أخي من صنع إليكم معروفا فكافروه، فإن لم تجدوا شيئا تكافرونه به فقولوا جزاك الله خيرا، ولا تنسوا الفضل منكم. يا سلام، مهم جدا. لا تكسب الراجل، اعترفي بجميله واشكري له حسن صنيعه. رابعا، إذا أردت أن تكسبي زوجك فاكسبي أهله. أكسبي أهل الزوج، أحسني إليه وإن عملوك بالسوء، وذليه عليهم، وادفعيه نحو المعروف وصلة الأهل. فخير لك أن يكون زوجك واصلا للرحم بدلا من أن يكون قاطع رحم. أتريدين من زوجك أن يكون قاطع رحم؟ والمرأة العاقلة إذا شعرت أن أهله يكذبونه ويأخذونه فإنها لا تكذبه أيضا ليكون متنازعا، إنما تطلق له الأمر وترضى بالقليل وتحتسب وتسكن لتكون له زوجة نعم الملجأ ونعم الملاذ بعد الله عز وجل. يعود إلى البيت ويفرح بالعودة إلى البيت، ويتمنى متى يرجع إلى البيت بما يجد في البيت من الحناء والراحة والسكينة والإعداد والطمأنينة والتهيئة والملبس الجميل والمنظر الأخلاق مع الكلام الجميل. أقول لكم حاجة، ما في حاجة طيب الرجال زي المكة. أي راجل تلقى ساحل برا وبدي يخش البيت مرة راحة يفتح الباب والمال نايمة مصح يرده عشان يكون بدري بملا مكة كثيرة. هذا أكثر شيء يسعد الزوج ويريحه. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يوفقنا في حياتنا كلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعيد الكلام ليكون محفوظا. كيف تكسبين زوجك؟ كوني زوجة جديدة في كل يوم، وكوني له عروسا بملبسك وهيئتك وكلامك ولطفك وتهيئتك لمكان راحته ونومه. ثانيا، بحسن الطاعة
الرضا وعدم مفارقة كلمة حاضر. ثالثا بشكره وعدم كفران العشير والجميل. رابعا بإعانته على البر والخير والإحسان ولا سيما في أهله. خامسا بالتفاني والخدمة. التفاني والخدمة، تتفانى المرأة في خدمة زوجها. الآن تقول انت جايبنا خدام، ده واحد اللي عندها بنات واولاد تقول له بناتك كبار خلاص ما عندك معي حاجه. حتى البنات تقول له يا ابي خد الغداء ده يا ابوك، ما في مشكله البنت تاخذ الغداء، لكن لو خديتي بنتي سيكون هذا أبلغ تأثيرا في نفسه وسيكون هذا آثر له. ستأسرين زوجك بخدمتك له. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه، يا سلام، أسماء كان الزبير بن العوام رجل صعب، في رجال صعبين، حتى الزبير كان أسماء عندها ضرر. لما يختلفوا يجيبوا الاثنين عند الضفاير يربطهم بالضفاير ويدوك يلبسوه، يربط النسوء الاثنين بالضفاير ضفير ربطهم ويدوك. حتى مرة أراد أن يضربها فصاحت بولد عبد الله بن الزبير فارس جاء وقع فيه، حتى الزبير غضب منه. فبالتالي بالرغم من ده قال كنت أسوس فرس الزبير فأذهب فرسخ كيلو من الحمام خارج المدينة تحمل النوى فوق رأسها لفرس الزبير. وفي مرة عاد النبي صلى الله عليه وسلم وفي الطريق وجد أسماء فدعاها وقد أشفق عليها أن تركب معه فأبت، وذكرت ذلك للزبير قالت والله قد أركب معي لكن أنا أبيت أركب. قال ولم لم تركبي معه؟ قال ذكرت غيرتك. المرأة العاقلة بتتبع مراضي زوجها تسعى لإرضائه. أبت تركب. قالت فأتيت أبي أشكو له، قال يا الله يا أخي والله الزبير ده بدو قلبي كده. قال ليها اصبري فإن الزبير رجل صالح، سيد رجل صالح. قالت فجاءني والدي بخادم يسوس فرس الزبير، قالت فكأنما اعتقني، كأنما اعتقني. فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، شوف تشتغل كيف في البيت، تعمل في البيت بالراحة تطحن حتى أثر ذلك على يديها. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يزورها وشكر إليه. ده اسمه التفاني في الخدمة. قال عائشة رضي الله عنها ده تولي النسوان يخدموا كيف؟ قال لو مسحت إحداكن، يقول النسوان عائشة تتكلم مع النساء تقول لو مسحت إحداكن غبار قدم زوجها بخدها ما وجدت حقا. يعني الفلان يتعلم مغبر والمرأة مسحت اللي بخدها نظفتش العلم بخدها ما بتدي الحق بيسا. والله كان كده الرجال ده ضعيف ما تجيب خبزها حتى وانت كبير شديد. في رجال رابين بالقليل الصغيرين، رجال الصغير يعني رابين بالقليل، حتى في واحد كويس مع مرته لكن المجتمع كده بساعد كويس مع مرته جدا ومتفاهمين يا اخي ومنسجمين ومتعاونين. الناس قالوا لابسوا خاتم ذاك يطيب وليك يطيب وليك من التعاون ومن الانسجام. خلاص كده كبروا لك حياتك يا اخي لابسوا خاتم تمام امال. قال هاي لابسه خاتم لكن واسع شويه برضه عنده فرق يعني لابسه خاتم لكن واسع شويه عنده فرق برضه بعد
تريدين أن تكسبي زوجك، والله لديك مفتاح وحل، لا أقول سحر لأننا لا نؤمن بالسحر، وإن كان الأشياء المؤثرة يمكن يعبر عنها بالسحر كقوله عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا. مفتاح عبقري يحل لك جميع مشاكلك. القناعة والرضا بالكنز. القناعة، أي مرأة قنوعة بتعيش حياة زوجية مستقرة، وسبب كثير من إشكالاتها التطلع، فترى نفسها أعلى منه، وهذا أسوأ شيء. أنت كان بديتي عندك شهادات الدنيا وبديتي بروفيسور، وزوجك ده عتاي هو زوجك، وأنت تحته وقوامته عليك كاملة وحقوقه لازمة وحقه عليك كبير، ولو سجدت بطل في حقه، ولن كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت زوجته أن تسجد لزوجها. مرات الزوجة يكون مستواها التعليمي أعلى، فتنظر إليه بنوع كبرياء وتعالي أسوأ شيء، ويكون أحيانا وضعها الاجتماعي أعلى، أسرتها كبيرة وعريقة وناس بروج وناس مشهورين، وزوجها زوج من عامة الناس، لكنه زوجك. وقد قصصت في هذا المنبر قصة لا أفتر من ذكرها. امرأة من الصالحات زوجها حمال عبدالي يحمل فوضاه، جميلة جمال شديد، سمع بها أمير البلد فأرسل إليها وقال لها عنده قصور معروفة، قال طلقي هذا، طلقي منه، وده اسمه التخبيب. من خبب امرأة على زوجها لم يرح رائحة الجنة، اسمه التخبيب. تقدم المرأة على راجلها عشان تعرسها باحتمال تعرسها، وقول عرستها كيف يعني؟ قال ليها قصور كل الحسن والخدم والجواري تشتي، انت في غاية الجمال هذا مزوجة واحد على الثاني. قال إنه وإن أصبح في أطماره، هدوء مشرف على الثاني، هدوء مشرفة، هدوء مشرف. إنه وإن أصبح في أطماره وقلة من اليسار، ما بيسوق الحال، وقلة من اليسار ونقص من الدرهم والدينار مع القروش، أعز عندي من أبي وجاري، أخاف إن عصيت حر النار. لكن أنا خايف الله دخلنا بعدين عالتالي يا هو زوجي ويا هو أولادي ويا هو كنفي وظلي وحمايتي وبيتي وسكني وزوجي. القناعة، عيشي معه بالقناعة وارضي باليسير، هذا أعظم مفتاح من مفاتيح الحياة الزوجية السعيدة الهانئة. أسأل الله تعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وكن برواصينا الخاطئة الكاذبة إلى البر والتقوى. اللهم بارك لنا في مالنا وفي ضرعنا وفي زرعنا وفي ولدنا وفي زوجنا وفي شبابنا وفي شاباتنا يا رب العالمين. اللهم اجمع البشر على الخير وألف بين القلوب